دي حاجة يعني أنا آسف عليها، بس أنا كنت طبعا مشغول برضو. طبعا بداية اليوتيوب. شكرا على آخر فيديو وصلتوني 16 مشترك يا جدعان، أنا كانت حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة لي. وبس، والنهارده جاي لكم بالتحديث الجديد. طبعا مش عارف تقريبا كل تحديث هتقولوا يا ناس هعمل لكم ايه فيديو، بس انا اسف يا جدعان. فاحنا النهارده عندنا موضوع جميل جدا عايزين نتكلم مع بعض في التحديث الجديد. تعال ننزل نشوف ايه التحديث الجديد او ايه التغييرات الجديده اللي اللعبه نزلتها. تمام. بس كده احنا عايزين نشوف كده، وانا فعلا الصراحه ما كنتش بفتح اللعبه. انا كنت برضو ايه في If they اسابيع think او I'm a ايام monster, كنت I'll بخلي give واحد them a بيفتح على اللعبه monster. ويلعب. فمعلش يا جدعان، فيلا ندخل نشوف التحديث الجديد. اول حاجه في التحديث الجديد اللوبي الجديده، البيك الصغيره، البيك الاولد بيك، يعني البيك القديمه. ف بصراحه دي حركه جميله جدا من اللعبه، ان هي تستغل حاجه اللاعبين كانوا عايزينها ويرجعوها، يعني في حاجه زي كده. الصراحه شابوه عليكي يا جارينا. وطبعا تاني حاجه لازم اللعبه تغيرها بعد كل تحديث الطياره وشكل الطياره. شكل الطياره بقى جميل، بس ايه ده؟ ايه الفجوه الكبيره دي؟ ده خرم الاوزون ده ولا ايه ده؟ مش مهم. بس اللي اعرفه ان ان برضو ايه، في علامات السبعة دي بتوديك على مكان البيك برضو، بس بيك قديمة، بس برضو في حاجات تانية. المفروض دلوقتي نروح للبيك. لازم نخش على العودة الماضي. ذكرى السبعة بقى. اوه، ده هو فعلا ودانا عند البيك. البيك اللي كانت في اللوبي. واو. واحد بقى، انا اللي عرفته ان انا لما انا باجي بضرب على الصناديق دي باخد النقاط دي بقى بعمل بيها ايه الصراحه؟ يعني ما حرقتش كتير على نفسي عشان اتفاجئ الصراحه. ايه ده؟ لا، ايه ده؟ على كده بقى انا بنزل بيها لوحدي ولا ايه؟ والله ما اعرف. البنج عندي زباله، والله البنج عندي زباله. مش عارف، تقريبا بمكس العداد ده. وصلت ل2000. ايه الوقت؟ وانتهى الوقت. على قاعة الشرف. قاعة الشرف دي تقريبا على ما اعتقد اللي بشتري منها حاجة برضه يعني. ولا ايه ده؟ اوه، انا لسه واخد بالي. انا انا دماغي فيها جالها لاج والله بسبب يعني شفت الطيارة الشراعية وايه ده؟ 40 الحاجات دي بشتري منها حاجات، بس يعني ايه الفرق؟ ما انا ممكن اشتري من تحت. وايه ده؟ قاعة الشرف، كاسي الشبح، وكونج اوريون المهيمن. هو ايه ده؟ بي فاكسين ده صاحبي ويوسف ده صاحبي. ايه ده؟ هو مش عارف انا دخلوا بطولات ولا ايه؟ المهم، اخدنا حاجتين دول. برضه هقول لكم ازاي تاخدوا على 10% خصم زي كده. واحد صاحبي برضه قال لي واستكشف التحديث. برضه نخش الطيارة الشراعية. ياه، لا يا جدعان والله الواحد اللي يعني الواحد بقاله كتير قوي، يعني ما كنت معتزل. في ايام كنت معتزل في ايه المناطق الخضراء دي؟ ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ حيدر. حيدر ده كان صاحبي زمان قوي. يا لهوي عليك يا حيدر، ده كان صاحبي. هو ايه ده؟ هو ايه اللي جابه هنا؟ في برضه مناطق خضراء برضه في الخريطة، في البيك بالذات في حاجات كتير قوي في البيك. ايه الناس دي؟ الحاجات دي؟ ايه الاصفر اللي هناك ده؟ في فايتات. انا خايف اخش وانا اصلا عايز استكشف التحديث. ايه ده؟ بي انس. اوه يا انس. انس ده بص كان صاحبي، بس الله يرحمه هو توفى تقريبا. الله يرحمه. الله يرحمك يا انس، الله يرحمك. بس هو ليه اشمعنى المناطق دي؟ يبقى هلاقي برضو حاجات تانية. ايه ده؟ في كتير من انس هنا. بيتر يا بيتر عليك. كنت بلعب مع بيتر برضه زمان 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 يا بيتر.
وهنا عندك انس برضو. في حد هنا؟ هموت هموت هموت. يا رب ما يجي. ها، هيجي. يا لهوي، الفايتات بقت صعبة قوي في البيك. في هنا حد عمال يضرب بقنابل. آه! حلاوة. يا لهوي، يا نهار ابيض، ايه ده؟ المهم ان احنا عرفنا حاجات كتير قوي التحديث الجديد. يعني التحديث الجديد برضو ده حاجة روعة روعة روعة. ومن أهمهم برضو الخلفية بقت متحركة لأي جرافيك، جرافيك قليل، جرافيك ضعيف، جرافيك بص اللي هو تليفون نوكيا، لا برضو الخلفية بتاعت اللعبة لسه بتتحرك. أنا عامل اللعبة حاليا على جرافيك قليل، وأعتقد أنتوا لاحظتوا كده في الجيم. ورغم كده برضو البنت زبالة، والنت عندي بص الله أكبر عليه، بلعب على تليفون ما يعلم بالله ربنا. زي ما انتوا شفتوا بالتحديث الجديد ده، أقوى تحديث في اللعبة، غيرت فيه حاجات كتير قوي. عايزين نشوف بعد كده التحديثات اللي في الأسلحة الجديدة. عايزين نشوف التحديثات اللي اتعملت في تعديلات الأسلحة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة قصدي عفوا سبع أسلحة اتعدلوا أو اتحسنوا. والماك 10 اتعدل وبقى أحسن. وفي مسدسين، مسدس علاج واي ومسدس اف جي ال 24 4. تعال نجربهم. تمام، تعال نجرب الأسلحة الجديدة اللي نزلت في ده يعتبر ايه ده؟ مش في اف جي ال. هنشوف المشكلة دي بعدين. من الأسلحة اللي اتحسنت الدراجونوف والنقار والبي اس كي والى اخره الى اخره. تعال نشوف. طبعا اللي اتحسن ده ان بقى فيه تقريبا زي ريت بيبقى موجود. الريت ده بيعمل ايه على فكرة؟ بيملى يوصل لمستوى معين، وبيملى بيملى. تقريبا ده الحد الاقصى او الاعلى للسلاح. بيبقى تقريبا في 100 طلقه بتضربهم ورا بعض. ويعدلوا كمان على الدراجونوف عدلوا عليه في ايه؟ في الضرر والاختراق اهو. في ايه؟ هو في ايه اللي حصل؟ اهو. ايه؟ اهو. يعني ممكن لو انت مثلا فقدت الام بتاعك، لو انت فقدت الام بتاعك في الدراجونوف، ممكن تركز على الخصم شويه، تعرف تتعامل معاه. تمام. من الأسلحة التانية اللي عدلوا عليها سلاح من الأومات برضو. وممكن تلاقي الاس 80 والنقار والاس كي اس والحاجات دي برضو، والبلازما هم. بس تعالى بس ناخد من الأسلحة اللي عدلوا عليها الفي اس كي، حسنوها بحيث ان هم لا ضعفوها ولا ولا هي اسمه ايه ده، ولا ضعفوها ولا قووها. يعني مثلا تعالى نشوف الدمج. كان في الدمج على الرجل في الفي اس كي. كان الدمج 240 تقريبا على ما اعتقد، او 200 وحاجه، 200 200 190. بس اهو ضعفوه بقى على الرجل. تعالى نشوف على الوسط 265. 265 ماشي. 200 لسه 265. كان تقريبا كان بيوصل ل 290. ايه ده الدمج؟ نشوف الدمج على القلب. 265 265 برضه. تمام. تعال نشوف الدمج على الراس. 836. ده الدمج على الراس. تعال بقى نوصل للماك 10. الماك 10 اللي هو السلاح اللي هو يعني المعزز الى قلبي، الماك 10. تعال. الماك 10 بقى سلاح مطور، بس مش مطور بمعنى اللي هو لا بقى مطور ان هو عن طريق الدمج. بقى عن طريق الدمج. يعني مثلا لو احنا جبنا الام بي 5، وجبنا له قطع، بس القطع ديت بجيبها من هنا. لو احنا جبنا له قطع اللي هي قطع ترقية الرقاقة. ترقية الرقاقة دي حاجة كويسة.
في بقى فرق بين الرقاقه وانك تدمج، انك ترفع الليفل السلاح من عن طريق الدمج. يعني بس لو شفنا بقى قدرات المكتن في اول او الصفر ليفل هنلاقيه صامت اختراق الهائج. لو احنا جينا طورناه بقى ليفل واحد، بقى نفس القدرات. طب امال لو عملناه طورناه تاني بقى ليفل اتنين نفس القدرات، لا ماشي. تعالى كمان طورناه لسه زي ما هو، لسه زي ما هو. وصراحة أنا كنت متوقع إن بس إيه اللي اختلف؟ بص ريت اوف فاير. لا جامد. بص حتى لا جامد. يعني هو بصراحة السلاح جامد، يعني أقوى تطويرة أو أقوى تحديث للمكتن أو تعديل. تعالى بقى نشوف الام بي 5 ايه المختلف في الأسلحة اللي بتتطور بالرقاقة، والأسلحة اللي بتتطور بالدمج زي الاي واي جي أو المكتن، والام بي 5 اللي بيتطور بالرقاقة زي السكار، الام بي 5، الام 4، وأسلحة تانية كتير ممكن لو فتها معلش أنا آسف. مثلا في الليفل واحد هو دلوقتي الدقة ومعدل إطلاق النار، ده السلاحين ده القدرات اللي ممكن تعملهم في الليفل صفر. لو احنا عدلناه زيادة الريت اوف فاير عالي، وبقى زي الهائج اللي هو بيضرب بسرعة زي كده. هو تقريبا نفس السرعة بتاعت المكتن في ليفل 1. تعال نشوف ليفل 2. ليفل 2 زيادة معدل إطلاق النار بزيادة، يعني بص بس خلي بالك عشان الام بيضيع لو انت بيعمل 18 بس. الام بيضيع في الريت اوف فاير، يعني الريت اوف فاير بيعلى، بس في مقابل ان الام بيضيع في الام بي 5. لو احنا طورناه اخر ليفل ده اخر حاجه وزياده معدل اطلاق النار بس برضه مقابل ان هو بياخد منك الريت اوف فاير في يعني مقابل ان هو ما دام ان هو بيعلي لك وبيعمل لك معدل اطلاق النار، بياخد بدالها اسمه ايه ده، الدقة بتاعت البتاع او الام. تعالى نختار الدمج من بعيد في ليفل 3. لا كويس طبعا، كويس في ليفل 3. تعالى نشوف في ليفل 3 في المكتن. ايه ده، هو الام بيضيع. يعني السلاح ده ما ينفعش تلعب بيه من بعيد، من قريب. وبس دي كانت الحاجات اللي كانت في الأسلحة، ودي بس كانت الحاجات اللي في الأسلحة. نشوف طبعا الأسلحة بقى اللي هي الخزنة، اللي هي خزنة المتجر الأسلحة، أو اللي مش عارف بتقول عليها خزنة بقى، والله أعلم انتوا بتقولوا عليها ازاي. حاجة جديدة طبعا في السلاح، حاجة جديدة هنا. طبعا انتوا كلكم سمعتوا عنها، أنا مش هشرحها كتير عشان أنا ممكن ما كنتش منزل موارد لسه محدثها. ديت تحدد سمات ايه ده، هو انا اصلا هو ايه ده اللي انت عامله ده اللي انت عامله ده يا جون، يخرب بيت امك. طبعا دي السكنات اللي عندي، دي القدرات السكنات اللي عندي، ودي سكنات عندي كده اصلا. يعني دي سكنات اللي هو بطولة القارات، عندي سكنات بطولة القارات واغتيال ايه ده اوبر واغتيال مش عارف بقى ايه ده الصراحة. المهم انك تقدر تعمل سكن انت شكله عاجبك، السكن شكله عاجبك بس السمات بتاعته وحشة. وفي سكن عندك انت وفي سكن تاني عندك انت شكله وحش بس السمات عنده عاجبك. تقدر تاخد السكن مثلا ده السكن اللي عاجبني، هبسطها لكم بأبسط صورة. ده سكن شكله حلو بس قدراته زبالة. انا عايز اغيره من السمات بتاعته من هنا، يعني عايز اغير السمات بتاعته من هنا. اعمل ايه؟ اقوم مغير مثلا ده السكن ده زبالة وعاجبني هو صراحة، السكن ده حلو وده كمان. المهم عايزين نخليه ده نعمل حفظ خلاص كده. بقى عندك السلاح ده، السلاح زي ده بقى راكب بقى السكن اللي انت بتحب اللي هو ده
بس مات بتاعت السلاح ده، بس كده. بس لو انت ما عندكش مثلا سكن مثلا او غلاف مثلا ما ينفعش، او غلاف واحد على الاقل طبعا ما ينفعش انك تغير السكن او تعمل تخصيص. فهي بس الحاجات دي السكنات اللي عندك. وبس كده يعتبر انا شرحت لكم نص او ربع التحديث. استنوا بقى الفيديو الجاي عشان هشرح لكم البويا بس الجديد. متقلقوش الفيديوهات هيبقوا ورا بعض، بس دي مفاجأة ليكم يا جدعان. وبس كده، لو عجبك الفيديو تعمل لايك، شير، كومنت، تاج، والسلام.